وبتبدأ حلقتنا مع مارينيت اللي دايما متأخرة، والمرة دي متأخرة على أصحابها اللي كانوا مستنيينها على يخت لوكا عشان يكونوا فرقة موسيقية مع بعض، لكنها بتكون متلخبطة ومش عارفة تقول إيه. فبياخدها لوكا عشان يتكلم معاها لوحدهم، وبتحكي له إنها مش عارفة تصارح إدريان بحبها، وبتتكسف من نفسها إنها كسرت قلبه ورفضت حب لوكا ليها. فبيرد عليها وبيقول لها انت ما كسرتيش قلبي ولا حاجة، بالعكس انت مليتي قلبي بالأغاني، وأوقات بتكون حزينة وأوقات بتكون أغاني مفرحة جدا. انت إنسانة جميلة من جواكي يا مارينيت. فبتفرح مارينيت وبتحضنه وبتشكره على دعمه ليها، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي إدريان وبتحاول تعدي منه، لكنهم بيتزنقوا مع بعض على السلم، وبيشوفهم لوكا وبيعرف إنهم هم الدعسوقة والقط الأسود. وبتعدي مارينيت وبيتكلم إدريان مع لوكا وبيقول له إن بفضلك أنت يا لوكا خلتني أعترف بحبي لمارينيت، لكن هي لسه مش قادرة تعترف بحبها ليا وحاسس إنها مخبية عني سر. وبيرد عليه لوكا إن كل واحد فينا عنده سر وشخصية بتتعامل مع كل واحد بشكل مختلف. يعني أنا مثلا بتعامل معاك مش زي ما بتعامل مع باقي صحابي، أو حتى زي ما بتعامل مع بابا وماما، ده ما يعنيش إني ما بحبكش. فبيحضنوا إدريان وبيشكروا وبيسيبوا وبيمشي. لوكا شغال طبيب نفسي في الحلقة دي تقريبا، وبيوصل أبو لوكا مغني الراب الشهير جادك ستون، وبيقول له في الحقيقة أنا مش عارف أكون أب ليك، يعني أعمل إيه عشان أساعدك؟ أخرجك مثلا في فسحة، ولا أجيب لك لعبة، ولا أكتب لك أغنية؟ بس أنت بتكتب أغاني أحسن مني. فبيقول له لوكا كل اللي أنا محتاجه وجودك جنبي، ومش محتاج منك أي حاجة تانية. فبيحضنه وبيشكره، وبيجري لما بيسمع صوت بيلي المساعدة بتاعته وحبيبته الجديدة. وبتيجي بيلي وبتشتكي له من باباه، وبتقول له أنا مش عارفة إزاي حبيته، هو شخص عشوائي وطفولي وأناني وكارثة بكل معنى الكلمة، أنا مش عارفة أنا حبيته إزاي. فبيقول لها لوكا إن هو ده الحب الحقيقي، إنك بتحب الشخص من غير سبب معين. وبتقول له أنت فعلا عندك حق، وبتشكره بيلي. وبيوصل بوب المنتج بتاع جادك ستون وبيسألها عليه، وبتقول له إن هي كمان بتدور عليه وافتكرته إن هو عند ابنه. فبيتفاجئ بوب إن جادك ستون عنده ابن، وبيقول لها أنا مش مصدق إن في واحدة فاشلة فكرت إنها تخلف من جادك. وبتكون أم لوكا واقفة وراه وبتقول له الفاشلة دي اللي هي أنا، وأنت واقف في المركب بتاعي. فبيقول لها يعني هتعملي لي إيه يعني؟ فبتبص له وبترميه من المركب. وبيبدأوا في التدريبات الموسيقية، وبيجي لهم بوب وبيقول لهم عظيم عظيم، الموسيقى بتاعتكم هايلة، طب ليه ما تعملوش معايا عقد؟ فبيقول له لوكا انت قبل كده عرضت علينا العقد ده وما كملتهوش. فبيقول له بوب آسف دي كانت غلطة، لكن المرة دي أوعدكم إني هنفذ وعدي. وبترفض أم لوكا عرض بوب وبترميه تاني في البحر. وبيقول لها لوكا إن المفروض ندي الناس فرصة تانية، حتى أسوأهم كلنا بنتغير. وبيوافق على عرض بوب، وفعلا كلهم بيمضوا على العقد وبيكونوا فرحانين جدا. لكن بيفاجئهم بوب وبيقول لهم إنه مش محتاج لهم، وكلهم مرفوضين، ومحتاج للوكا لوحده عشان يقدر يحول ابن فنان كبير لفنان كبير هو كمان، واقدر استغنى عن جادك ستون اللي مجنني وخليني الف وراه في كل مكان. فبيرفض لوكا انه يشتغل من غير صحابه. فبيقول له بوب ان العقد اللي انت وقعت عليه انت واصحابك عقد احتراف لمده 1000 سنه، وان اقدر امتلك كل حاجه انتوا بتعملوها، اي حاجه الفتوها او لسه هتالفوها، وكل تصميمات مارينيت، وحتى عروض ادريان، واي حاجه انتوا بتمتلكوها، وممنوع تعملوا حتى فرقه موسيقيه تانية. يعني من الاخر دمر مستقبلهم. وبيغضب لوكا جدا لان هو السبب انهم يمضوا العقد ده. وطبعا مونارك ما يتوصاش، اول ما حس بمشاعر لوكا بيسحب قوه كالكي وبيحولها لميجا اكوما وبيبعتها للوكا، وبتوصل الاكوما للوكا وبيحاول يسيطر على لوكا، لكنه بيقاوم الاكوما وبيكون خايف جدا. ومونارك بيحس بخوفه، وبيعرف مونارك انه عارف هويه الدعسوقه والقط الاسود. وبيقدر لوكا انه يرفض الاكوما وبيكسر الجيتار، وبتخرج الاكوما وبيغضب مونارك جدا لانه كان عايز يسيطر على لوكا عشان يعرف هويه الدعسوقه والقط الاسود. وبيقطع لوكا العقد وبيرفض ان اي حد يحتكره ويدمر اصحابه. وام لوكا بتيجي وترمي بوب تاني في البحر، وبيغضب بوب جدا وبيحس بغضبه وجشعه مونارك، وبيبعت له الاكوما تسيطر عليه، وبيعرض عليه يساعده في مقابل انه يجيب له ميراكلوس الدعسوقه والقط الاسود. وبيوافق بوب بالعرض جدا. وبيظهر جولد روكر للوكا واصحابه وبيرمي عليهم الاسطوانه الذهبيه، وبتتحول الروز لاسطوانه وبيرميها في الفضاء. وبتحاول ام لوكا تدافع عنهم، لكنه بيحولها هي كمان لاسطوانه وبيرميها في الفضاء. وبيجري لوكا واصحابه عشان يستخبوا بسرعه، وبيقول لوكا لمارينيت تستخبى في الاوضه اللي فوق بعيد عن اصحابها. وبتجري فعلا مارينيت وبتتحول للدعسوقه. وبيروح لوكا لاصحابه وبيسالوا ادريان على مارينيت، وبيقول له هي اكيد مستخبيه في مكان امان. وبياخدوا لوكا وبيدخله في اوضه تانية لوحده عشان يقدر يتحول للقط الاسود. وفعلا ادريان بيتحول للقط الاسود. وبيظهر جولد روكر للوكا عشان يحوله لاسطوانه، وبيرمي عليه الاسطوانه، لكن جوليكا بتفديه بنفسها وبتتحول هي الاسطوانه،
وبيرميها هي كمان في الفضاء. وكان هيرمي جولد روكر الاسطوانه على لوكا، لكن بتيجي الدعسوقه وبترمي عليه اليويو وبتشده بعيد، وبتاخد لوكا وبتطلع تجري بيه. وبيجي القط الاسود وبيرمي البطه اللعبه على الاسطوانه قبل ما تيجي في الدعسوقه، وبتتحول الاسطوانه وبيحولها هي كمان للفضاء. وبيرمي جولد روكر الاسطوانه على القط الاسود، لكنه بيتفاداها وبيجري منه، لكنه بيجري وراه وبيهجم عليه وبيضربه، لكنه بيختفي وبيظهر وياخد الاسطوانه ويرميها على القط الاسود تاني. وبيفضل يظهر في كل مكان بيجري ليه القط الاسود، وبيرمي عليه الاسطوانه، والقط الاسود بيفضل يجري منه وبيفضل يطارده بكل غضب. وبتكلمه الدعسوقه وبتقول له يحاول يشتت انتباهه لحد ما تحط خطه، وبيقول لها القط الاسود لا لا ما تقلقيش خالص، ده احنا حتى بنتسلى مع بعض، خدي وقتك بس مش قوي يعني. وبيظهر جولد روكر وبيقول له القط الاسود هو احنا ممكن ناخد شويه استراحه بس؟ وبيرد عليه بيقول له اكيد لا. وبتستخدم الدعسوقه تعويذه الحظ وبتنزل لها عصايه، وبتشوف الخطه وبتقول للوكا انا عندي خطه وعشان انفذها هستخدمك انت كطعام. فبيقول لها انا واثق فيك يا دعسوقه، لكن في خطر لو جولد روكر مسكني هيعرف اللي جوايا. فبتقول له ما تقلقش يا لوكا، كل اللي جواك اكيد خير. فبيقول لها لا يا مارينيت في خطر عليكم. فبتعرف الدعسوقه انه عارف هويتها هي والقط الاسود، وبتتخض الدعسوقه جدا وبتقول له بس انا ما غلطتش في حاجه. فبيطمنها لوكا وبيقول لها لا انت ولا القط الاسود غلطتوا في حاجه وانا واثق فيكم. وقبل ما جولد روكر ما يتمكن من القط الاسود ويحوله لاسطوانه بيسمع صوت موسيقى لوكا، فبيسيب القط الاسود عشان يروح له. وبتكلم الدعسوقه القط الاسود وبتقول له ما تقفش في طريقه لان ده جزء من الخطه. وبيرمي على لوكا الاسطوانه الذهبيه وبيحوله لاسطوانه فعلا. وبترمي الدعسوقه العصايه اللي نزلت لها من تعويذه الحظ على الاسطوانه الذهبيه اللي بترميها على الحيط عند القط الاسود اللي بيستخدم القططيه وبيكسرها، وبتخرج منها الميجا اكوما وبتزيل الدعسوقه منها الشر. وبيرجع لها القط الاسود العصايه فبترميها في السماء وكل حاجه بترجع لطبيعتها تاني. وبتدي الدعسوقه ميداليه الحظ لبوب، لكنه بيرميها في الارض وبيرفضها. وبياخد العقود من القط الاسود بسرعه. وبتيجي ام لوكا وهي متغاظه من بوب جدا وكانت هتضربه، لكنه بيتحامى في القط الاسود والدعسوقه انهم هيحموه. لكن القط الاسود بيقول لهم معلش يا جماعه انا قربت اتحول فبعد اذنكم بقى. وبتقول له الدعسوقه تصدق انا كمان قربت اتحول، يلا يا جماعه اتصافوا بقى مع بعض. وبتسيبهم وبتختفي. وبيلاقي بوب نفسه قدام ام لوكا لوحده اللي كانت هتاكله بسنانها، وبتمسكه بترميه في البحر على طول. وبنشوف مونارك وهو متغاظ انه ما عرفش هويه الدعسوقه والقط الاسود. وبنشوف لوكا اللي قطع كل العقود بتاعت اصحابه وبيقول لهم انه مش هينفع يفضل معاهم ولازم يسيب باريس بسرعه لانه بقى خطر على الدعسوقه والقط الاسود لانه عارف هويتهم. وبيرفضوا اصحابه ان هو يمشي ويسيبهم، لكنه بيقول لهم خليكم واثقين في نفسكم. وفي جوليكا وبتقول له امه مش هينفع تسافر من غير ما يكون معاك حد كبير. وبيظهر جادك ستون وبيقول لهم انا هسافر معاه. وبتعترض امه وبتقول له انت هتسيب الشهره والغنى عشان ابني؟ فبيقول لها ده حقيقي لاني عرفت قيمته وانه يستاهل اني اضحي عشانه، وكمان قطعت العقد بتاع بوب. وبتوافق ام لوكا وبيحضنوا بعض وكل اصحابهم بيفرحوا وبيحضنوهم. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش اللايك الجميل والشير للفيديو وتعملوا متابعه للصفحه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد عن الدعسوقه والقط الاسود بالمصري. وشكرا، سلام عليكم.